يا مساء الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. معلش كنت غايبة عنكم. اختي ولدت وعملت لها احلى بليلة، وقلت لازم اشارككم معايا طريقة البليلة الجميلة بالمكسرات. ايه رأيكم في الجمال؟ جميلة جدا، وحمصت لها شوية مكسرات تحفة. نبدأ بسم الله. معايا الغلة بتاعتي بحطها في مية، هفضل نقعاها حوالي 6 ساعات او اكتر. وده شكلها بعد ما نقعتها. المية بتاعتها دي بقى بغسلها واصفيها من المية الصفرة اللي نزلت ديت، واحطها على النار تتسلق. وهي بتتسلق كده ما يطلع منها الريم ده، اشيله كده بالمعلقة واسيبها تكمل السوا بتاعها. هسيب الغلة بتاعتي تستوي، واخد المكسرات بقى. عندي اللوز باخده احطه في مية مغلية يغلي غلوة، وهقشره وهقطع كل لوزاية 2 عشان ابدأ احمصها في السمنة البلدي. عندي سمنة بلدي جميلة، هحطها تتسيح، واحط اللوز اللي انا سلقاه ومقشراه وقسمة كل لوزاية 2. وخلاص تمام، احطها بقى في السمنة البلدي تتحمص. هفضل اقلبها في السمنة شوية لغاية عايزاها اللون الذهبي. انا بعمل كده المكسرات عقبال ما الغلة بتاعتي تتسلق. الغلة بتاعت البليلة بتتسلق على النار وانا بحمص المكسرات. انا مش بعوز في المكسرات بتاعتي الا لوز وجوز وزبيب، ده اللي انا بحطه للبليلة. طبعا ده مش اساسي، بس هي بتدي الطعم جميل. وعشان بقى السبوع والولادة بقى الجميلة بتاعتنا، ربنا يكرم كل مشتاق يا رب. عملت شوية مكسرات الجمال دول. اللوز كده وصل للمرحلة الجميلة الذهبي، اللون الذهبي اللي انا عاوزاه. كده خلاص تمام قوي. هطلعه بالمصفى، هحطه في مصفى يتصفى. واحضر بقى جوز الهند، هحطه بعد ما اطلع اللوز. هحط الجوز براحتك بقى، الجوز عاوزاه عريض او خشن او ناعم براحتك. انا الجوز بتاعي كان ناعم، حطيته لازم نكون مهديين النار خالص عشان في ثانية لونه بيتحمر. شوف اللون بتاعه خلاص كده، خلاص تمام، ما بياخدش تقليبه واحده. الجوز الهند في ثانيه لونه بيتحمر. طلعته في المصفى، وضفت الزبيب على طول وهو لسه سخن. بعد في المصفى ما بحطش الزبيب على النار عشان ما يتحرقش. يعني اللوز لسه سخن والجوز سخن، حطيت الزبيب واقلب كل المكسرات بتاعتي. الله على جمالها وريحتها اللي تجنن. المكسرات ديت احلى حاجه تتعمل للبليله، تحفه. الغله بتاعتي خلاص اتسلقت. احط اللبن بتاعي المغلي، الكميه بقى اللي انت عايزاها، واحط السكر دي براحتك خالص بقى، السكر بمعرفتك. واحط لبن بودره. انا عشان الكميه عندي كتيره، مش عارفه اقول لكم مقدار معين. يعني بتحطي انت الغله واللبن والسكر واللبن البودره والفانيليا، وهتسيبيها تغلى على النار. طبعا هي اصلا الغله مسلوقه، هناخدها ما نغسلهاش تاني الغله بتاعتي. ما بحطش تاني، يعني هي البدال حطيناها تتنقع شويه كتار، ونزلت الميه بتاعتها اللي لونها بتبقى اصفر دي. ما نسلقهاش تاني خلاص، ما نعملهاش، ما نغسلهاش كده. انا بعد ما سلقتها حطيتها في اللبن بشويه الميه صغيره اللي بيبقوا فيها في السليق ديت، بتبقى جميله جدا. خلاص استوت، بنحطها في الكوبايات بتاعتنا وعليها المكسرات المتحمصه الجميله، وتتقدم بالهنا. جميله جدا، روعه بجد، وريحتها تحفه. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.